هذه السمكة بعد ما خلصت، هسه نقطع من عندها ونحطها بالصحن. شلونها تخبو قسبة. أجمل الطبخات المميزة تجدوها في المطبخ العراقي. طبقنا لهذا اليوم كان السمك المحشي بالتتبيلة المميزة والتمن بالعدس. هذا طبق بغدادي. لا تنسونا باللايك والاشتراك، فعلوا خاصية الجرس حتى يجيكم إشعار كل فيديو جديد أنزله. ألف عافية. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. شلونكم عيوني؟ أهلا بالطيبين، شكو معكم إن شاء الله بخير. اليوم جبت العيد، راح أسوي سمك مشوي بس محشى. هذه الحشوة راح تصير حشوة السمكة. يعني عندي هنا المقادير. قبل ما أبدأ بالفيديو لا تنسوني باللايك والاشتراك، فعلوا خاصية الجرس حتى يجيكم إشعار كل فيديو جديد أنزله. هنا عندي معجون، وهذه بهارات السمك خاصة بالسمك، وهذه هنا عندي هذا الزبيب الأسود، هذا حيصير لتزيين التمن، ينسون هاي المطحون، وهذا كزبرة، وهنا أنا عندي راس بصلاية وثلاث ليمونات، وهنا طماطيتين، وهذا التمن وعدس. سوينا سمك مسقوف، سوينا مطبق السمك، وسوينا سمكة بالفرن شويناها. اليوم راح نسوي سمك محشي، راح نحشيه بهذه المواد بس بتتبيلة مميزة، وراح اشويه ايضا بالفرن. يلا تعالوا وياي نبدأ نغسل السمكة. هذه هنا عندنا اكو خياشيم، هذه نشيلها، هذه ما نريدها ما نحتاجها، نشيل بس هذه القطعة. بسم الله. غسلها غسلة زينة، يجي لك بطنها جلفة معتبرة، لأن هنا الزفرة تكون موجودة بالسمك. احنا ما نحتاج نصدفها لأن احنا حنشويها، بس نغسلها زين. هاي كملت غسلها وصارت نظيفة. شلونها بالصينية الفرن لازم احميها، احط لها ورق زبدة، انزل السمكة. بسم الله. هذها حمراء ترى كانت عدلة، حطيتها بوكسي براسها، ما تحطوها بوكسي من هذا القوي تتخدر، يقدرون بعدين يقصوها. كتلنا السمكة ذبحناها وماتت. هسه شو نسوي بعد ما غسلناها؟ نرشلها ملح، نحطها بالفرن شوية تاخذ وجه، بعدين اضيف لها الحشوة. لما تستوي هذه على الوسط نكمل حشوتنا. بسم الله. شغل الفرن، خليه تقريبا نص ساعة، حطه على 180، وهنا من فوق ومن جوا. هخليه بالفرن من فوق، اريد بس تاخذ وجه.
هذه الأثناء أضيف العدس والتمة، نغسلهم سوا. صار صافي المي يعني كافي. هسه أصفيه ونطبخه، وهذا صار جاهز. يلا تعالوا خلينا نطبخه. بسم الله، هذا صفيته. هسه أبدي أقلبه حتى يتغلف بالزيت، لأن هذا العدس بيه إذا ما ياخذ حمسة كلش زينة يعجن. احنا هم نريده تقريبا مايل إلى المعجن، لأن السمك لما نسوي السمك يصير التمن لين، مو لازم يصير تمن حباية حباية. أعتقد هذا خوش حمسة أخذ. هسه نضيف المي. بسم الله، هذا كلش كافي. أضيف للملح. بسم الله. جدور البهارات. بسم الله. نمزج البهارات بيها. هذه البهارات إذا حمستها يصير مرر، ما يصير أحمسها. أضيفها بس بالمي، بس أمزجها زين حتى لا يفصص. تركه يمتص مية. يلا نطبق عليه. بهذا الوقت هنا أغلقه وتركه أنصيه. بسم الله. أضيف الزيت. بسم الله. أضيف البصل. بسم الله. أضيف له الملح حتى يذبل بسرعة. هذا البصل أذبله كلش، بدأ يشقر البصل، بس همينه بعد له تقريبا شي بسيط. هسه بدأ البصل ياخذ اللون اللي اريده. احط لها شوية ثوم. هذا الثوم هسه هنا، هذا الثوم الأحمر البري ريحته خضر. جدور. أضيف بهارات. هاي بهارات السمك، يصير مثل ما قلت لكم كزبرة وكاري فلفل أسود. هي هذه تصير بهارات السمك. اشتروها جاهزة أو تطحنوها وتسووها. إن شاء الله أسوي لكم طلب من عندي البهارات شلون أسويها، أراويكم شلون أحمصها على النار وأطحنها البذور إن شاء الله قريبا. اجى دور المعجون، معجون الطماطة. بس ياخذ حمسة بسيطة المعجون. بعد ما ضفت الطماطة هسه اتركها تسبك على راحتها، وهذه كليتها هاي الاشياء تصير صلصة دموع. يلا خلي اتركها تستوي على راحتها. ليمونة قصقصها شرايح للتزيين. بسم الله. بسم الله ما شاء الله. يلا هسه نطلعها. كافي. باعوا شلون صارت تتبيلتنا. شوية نمردها هذه الحشوة. هسه راح اطفي عليها. صارت جاهزة والحشوة. حبوا. يلا تعالوا نضيفها للسمكة. طلعتها من الفرن. اعصر لها نص ليمونة. بسم الله. هسه اجى دور الحشوة اضيفها الها. بسم الله. طبعا هذه الحشوة حضيف لها طعم كلش طيب، راح تشبع من عندها السمكة. نغطيها كليتها. كلش طيبة هذه الحشوة. هسه باعوا
أحاول أغطي كل السمكة داير مدايرها، تدلل علينا السمكة حتى ناكلها. اليوم اللي يصير بيه سمك يصير عندي عيد خرافي السمك. هسه هذا الراس همينه نحط له، هذا الراس يصير هنا بصفه، صف الراس لقمة الصياد أطيب لحمة في السمك. هسه أراويكم وين تصير لقمة الصياد. هنا قريبة بين الراس، هذه اللحمة تصير هيك طولانية، بعدين من تستوي أراويكم إياها. هذه تصير هجوم عليها. خلصنا نوديها بالفرن. بالأثناء حنحطها بالرف في الوسط، مشغلين عليها من فوق ومن جوا. بسم الله ما شاء الله، سمكة صارت جاهزة. شلونها نشيلها؟ بسم الله بسم الله. نضيف الليمون، هذه السمكة لذيذة في الشجرة هنا. هذا تزيين بسيط. أضيف شوية معدنوس، جربوها هاي السمكة، الحشوة مالتها كلش طيبة. لازم نحط الفلفل الحار ويا السمك ما يخلى. هسه شلونها سمك محشى في الفرن، شوفوا شلونه الحشوة مالته تضيف طعم كلش طيب بيها. يلا هسه نقدم تمان. بسم الله. ضفت زبيب، راح اضيف التمان واحط زبيب داير مداير. حطيتها، نضغط عليها شت النكهة. نحط الخبزة بسم الله ونشيل السمك، نشيل العظمة، نحط الخضرة، نحط الليمونة، سوي لفة هي وقشورها القبال. وين بسم الله، خبل طعمها ما شاء الله. جربوها كلش طيبة. يلا هسه خليه نقدم الصحن. هسه اقص من هنا، ناخذ لنا قطعة زينة. بسم الله. نضيفها هاي الجهة. قلتلكم اراويكم لقمة الصياد اطيب قطعة بالسمكة. هنا تصير هذه طولانية، هذه هي لقمة الصياد اطيب شي بالسمكة، طعمها رهيب. وين حتروح لقمة الصياد؟ في الليمون، في الريحان، طبعا الفلفل. هنا حضيف الخوخ، هضيف هذه، بسم الله. هذا تمام. نضيف هذه هنا، نضيف قطعة ثانية، نسوي طبق مميز. طبعا ما ننسى قطع البصل. هذه كانت طبختنا لليوم. لا تنسونا باللايك والاشتراك، فعلوا خاصية الجرس حتى يجيكم إشعار كل فيديو جديد أنزله. دمتم في أمان الله، مع السلامة.
طبقنا لهذا اليوم سمك محشى بهذه التتبيلة المميزة، حطيت له حشوة بغدادية مميزة، يسعدني تجربوها.